بيراميدز بيكسب الاهلي 2-0. بيراميدز بيكسب الاهلي، بس اللي احنا شفناه ده مش الاهلي. يعني انت بص هاتها شمال يمين كده، 1+1 هيساوي 10. ده مش الاهلي، ولا لعيبه الاهلي، ولا الراجل ده ينفع يدرب الاهلي، ولا السكواد اللي احنا بنقول هيدغدغ الدنيا وهياخد الدوري وهو حاطط رجل على رجل، وزيزو بقى وبن رمضان وديانج وبص وتريزيجيه وبن شرقي. بص، هل هي دي لعنه من الزمالك مثلا إن اللعيبه مش عارفه، يعني اللعيبه مش عارفه تمسك كوره، مش يعني اللعيبه مش عارفه تباصي؟ فين الاهلي؟ فين كره الاهلي؟ يعني حتى يعني بيراميدز، خلي بالك بيراميدز ما لعبش، يعني انت صباح الفل بيراميدز ما لعبش. انت بيراميدز اول كوره قلت فاول عادي مفيش مشكله، خبطت في العارضه هوب ردت. الشناوي مش هتكلم عليه عشان الظروف اللي عنده، ربنا يا رب يرحم والده، تمام. لكن ايه ده؟ فين الاهلي يا جماعه؟ بجد حد يقول لنا فين الاهلي؟ احنا قلنا بقى بص، يعني نقول الدفاع فيه مشكله، السكواد اللي قدام ده هيدغدغ الدنيا، هياخد الدوري وهو حاطط رجل على رجل. احنا جايبين عشان ياخد، مش ياخد افريقيا، ده ياخد كاس العالم، تمام. ايه ده؟ ده منظر اهلي؟ ده منظر لعيبه تلعب في النادي الاهلي؟ ده منظر لعيبه عارفه يعني ايه تيشيرت النادي الاهلي؟ حتى هنقول ان اللعيبه في حاجه غلط، يعني هنقول ان يعني لو الراجل باصص ان يعني في حته ناقصه، امام عاشور، هل مثلا لاعب واحد هيأثر في الفرقه كلها؟ لا طبعا. هل واحد زي امام عاشور مش يعني مأثر في الفرقه واللعيبه كلها مش عارفه تلعب؟ لا استحاله. واحد زي بن رمضان مش عارف يوصل لتريزيجيه وبن شرقي وزيزو وشريف والناس دي كلها، مش عارفين يهجموا للنادي الاهلي، ولا عارفين، ده ما فيش ولا كره خطر ولا شوطه. ويعني هي كره واحده اللي محمد شريف اللي خدها كده خطف وشكرا. ايه ده؟ فين عقليه الراجل؟ فين المدرب؟ يعني انا ما شفتش اي رده فعل. الجون الاولاني جه يا راجل، طب ده الجون الثاني جه، الكوره اترفعت من اليمين للشمال، من الشمال لليمين، اتحطت بالهيد جون، صباح الفل. ايه ده؟ فين يا جدعان؟ فين الضغط؟ فين الدفاع؟ فين الهجوم؟ فين الفيفا؟ فين الناس دي كلها؟ ايه ده؟ ده مش الاهلي يا جماعه، ولا عمرنا شفنا الاهلي كده. ايه ده؟ انا قاعد من الصبح مستني الماتش. ايه القرف اللي انا شفته ده؟ قرف، ده مش الاهلي، ده قرف بجد. وده مش ده لا يصلح مدرب للنادي الاهلي خالص. الراجل ده لو فضل ده احنا هنشيل قته. ما يعني الراجل الاهلي كبير عليه والفرقه تقيله عليه. ده عماد النحاس في اخر 6 ماتشات كسبهم ما خسرش ولا نقطه وجاب لنا الدوري. ده عماد، ادي بس اللعبه دي لعماد النحاس هيخليهم ياكلوا النجيله. الراجل مش عارف ينظم اللعيبه، مفيش فكر، ما عندوش فكر، مفيش فكر. اوعى تفكر تقول لي ان الفرق كلها هتنزل تلعب قدام الاهلي دفاع. ما هو طول عمرنا ان الاهلي الفرق بتلعب قدامه دفاع، لان انت الاهلي، حجم الاهلي، تمام. لكن اللي احنا شفناه ده مش لعب، ولا عمرنا شفنا النادي الاهلي. ايه ده؟ يعني اللعيبه حتى بتستلم بره، يعني الكوره طالعه في الاوت، الكوره طالعه بره، اللي بيباصي مش عارف يباصي صح، في حاجه غلط. ده ما يصلحش النادي الاهلي. لازم الراجل ده ياخد شنطته النهارده ويتكل على الله بجد، لانه لو قعد اكتر من كده هيحصل كوارث، كوارث. الراجل من 7 مطوشه منهم 3 مطوشه في كاس العالم، ماشي، كسب ماتش واحد، عمرنا ما شفناه مع النادي الاهلي. كارثه، كارثه، كارثه. وهو ايه في الثلاجه، قاعد كده في الثلاجه. فده كده ياخد شنطته النهارده ويلم حاجته من قلب الفندق الجميل وفوطه والبوكسراته اللذيذه ويتكل على الله. شكرا كده، شكرا بجد. احنا زي الفل. واللعيبه دي كده ام 100 مليون وام 90 مليون و50 مليون يا هيجوا تمام، مش هيلعبوا، نشوف الدنيا فيها ايه، يركنوا ونجيب الناشئين، نطلع كده شويه شباب صغيرين. انما الوضع اللي احنا شفناه ده، دي مش لعيبه خالص بملايين. وزيزو تقريبا، ده هو انا فهمت ايه اللي حصل، دي تقريبا لعنه من الزمالك. والله دي اكيد لعنه. ليه؟ ما انت برضه لو كنت تبص زيزو وبن شرقي وامام والناس دي ما كانوش بيكسبوا ماتشين ثلاثه على بعض، 3 4 ماتشات تعادل. فاحنا ما شاء الله من ساعه ما زيزو جه وبن شرقي ما شاء الله تعادلات. ده بن شرقي النهارده مش عارف يوقف كوره، صباح الفل، مش عارف يستلم كوره مرتين ثلاثه عن في اليمين بيستلمهم بره. فدي اكيد لعنه الزمالك، انا اسمع مني لعنه. وزيزو مش قادر يشوط، كل ما يخش تحس ان في حاجه، في ميه على رجله، ولا في كيس رمل في السمانه بتاعته. خلص الكلام. ويعني بصوا، لازم يكون في زلزال النهارده. شكرا.